السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا النهارده في مطبخي. معاكم شيماء صابر. النهارده حبايبي هنعمل اكله حلوه قوي طلبت مني قبل كده. عايزين كفتة داوود باشا. هنعملها النهارده، هقول لكم على الطريقه بتاعتها بالظبط وهيطلع طعمها حلو قوي ان شاء الله وهتعجبكم. انا عندي هنا حوالي نص كيلو او 600 جرام من اللحمه المفرومه. طبعا عارفين اللحمه المفرومه بيبقى فيها دهن، 25% منها بتبقى دهن. خلاص. وعندي هنا بصل مفروم، انا فرماه ناعم قوي، وانا بفرمه كمان حاطه معاه فصين توم. ومعايا هنا خضره، دي شبت وكزبره وفرمهم برضو ناعم. وعندي هنا ملح وفلفل اسود وشويه صغيرين بابريكا وشويه بهارات. وعندي طبعا عصير طماطم ده للصوص. وعندي كمان توم مفروم حوالي معلقه كبيره. وفي دي بقى بهارات للكفته، لو حابه تحطيها عادي، مش حابه وعندك البهارات المشكله اللي عندنا دي عادي، بهارات اللحمه دي بتمشي ودي بتمشي، يعني دي ممكن تستغني عنها خالص. هحط ايه بقى دلوقتي؟ هجيب بس الطبق اللي هنعمل فيه الكفته. احنا عملنا مع بعض قبل كده كفته الحاتي وكفته الفراخ. هجيب بس المعلقه دي. وعملنا في كفتة الحشي قلنا لازم نعجنها كويس قوي علشان مع البصل والحاجات التوابل دي علشان تخش في النسيج مع بعضه وتعمل لنا كده، في بتبقى زي خيوط ما بينهم كده، يبقى دي الأنسجة تناسقت كده مع بعض واندمجت مع بعض. هحط بقى البصل زي ما احنا متفقين، ده بصل وعليه توم وفرمهم الاتنين مع بعض. وهحط البهارات الاول كده والملح، هحط شويه صغيرين من البهارات دي، مش هحط كتير زي ما قلنا ممكن تستغني عنها. وهحط الخضره بتاعتنا وهقلب كله مع بعضه، وهعمله بقى بايديا زي ما احنا عملنا قبل كده زي ما قلنا كده. بصوا بقى هنعملها كده، شايفين بعملها ازاي؟ زي ما تكوني بتعجنيها مع بعض، يا اما هتعمليها في الكبه، يعني يا كده يا الكبه. هقعد بقى اعجنها كده مع نفسي بتاع 3 دقايق ونرجع مع بعض. بكده بقى الكفته اتعملت معانا اهي. شايفين لما اعملها كده واجي افتحها، شايفين الانسجه جوه يعني متداخله مع بعض، وفي زي الفتل دي الانسجه بقى. خلاص. انا بقى هحطها في التلاجة حوالي نص ساعه تتشمع، لازم نسيبها ترتاح وتتشمع الاول قبل ما نكورها. يا اما لو مفيش عندك وقت ممكن تحطيها في الفريزر حوالي مثلا ربع ساعه. خلاص. هسيبها بقى لما تتشمع ونرجع مع بعض نشوف هنكمل ازاي. دلوقتي بقى هكورها، هعمل ايدي بس بشويه زيت كده، وبعدين اخد بقى على قد الكوره اللي انا هعملها، وهي هتكش شويه واحنا بنحمرها، فايه هنعملها يعني كبيره سنه كده. كده ماشي. انا هخلص بقى باقي الكور وبعدين نشوف هنكملها ازاي. كده بقى بعد ما عملنا الكفته كلها كور كده زي ما احنا شايفين، هحط زيت بقى في حله او في طاسه غويطه، عشان انا عايزه احط كله مع بعض. وما يسخن بقى الزيت هديلها بس صدمه كده، ولما اقلب مش هقلب بمعلقه، هقلب بالحله، ان انا اهز بالحله كده لغايه لما تتدحرج كلها وتتقلب وتاخد لون فاتح قوي من كل الجوانب وتاخد الصدمه بتاعتها، عشان لما تنزل في الصوص بتاعها ما يبقاش تتهري وتتفتفت في وسط الصوص اهو. هسيبها بقى لما تاخد اللون اللي قلنا عليه ونهز الحله زي ما احنا قلنا، ما نقلبش المعلقه عشان ما تتفتتش برده، وبعدين ارجع معاكم. كده بقى انا شلت البتاع ده الكفته من الزيت معانا اهو مكان ما حمرنا. وادي الكفته اهي، بصوا شايفين اللون بتاعها جميل جدا
وما خدتش لون غامق ولا حاجه. انا دلوقتي بقى في نفس الزيت ده، نفس الحله، هحط الثوم في ناس بقى بيحبوا يعملوها بالبصل، انا بصراحه بحب طعمها اللي هي صلصه الثوم. هنصفرها بس وبعدين نحط عليها الطماطم، عصير الطماطم اللي احنا عاملينه. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي ممكن تحطي معلقه صلصه ورشه السكر مع معلقه الصلصه. الصلصه بقى هنحط فيها شويه ملح وفلفل، ومش هنحط اي بهارات ولا اي حاجه، خلاص كده كفايه اللي في الكفته خالص اهو. هتاخد بقى طعم الكفته كمان اللي اتحمرت في الزيت هنا. هحط بقى الطماطم وشويه الملح والفلفل الاسود بس كده. هسيبها بقى لما تتسبك خالص وتبقى صلصه بقى تسبيكه كده، ونزودها بشويه ميه مغليه ونحط فيها الكفته. هسيبها بس لما تتسبك وبعدين نشوف هنكمل ازاي. كده بقى الصلصه اتسبكت معانا اهي. هحط بقى عليها شويه ميه مغليه كده، مش كتير وانا مش هسيب الكفته فيها كتير، هي بس مجرد ما هحط الكفته فيها هسيبها بس ايه تاخد وتدي مع الصوص كده وتشرب من الصوص، وبعدين نقدمها. شايفين القوام اهو، مش تقيل ومش خفيف. هتظبطي الملح بتاعك بتاع الصلصه ونحط ايه، نحط الكفته. الصوص اللي نازل من الكفته ده كمان هيدي طعم حلو قوي. هسيبها بس غلوتين كده وبعدين نقدمها مع بعض. وبكده بقى قدمناها مع بعض، شايفين جمالها وطعمها ولا اروع من كده، حلوة جدا. ممكن تقدميها بقى مع رز ابيض، رز بشعرية، مكرونة سباجيتي زي ما تحبي. وهنا معاها برضو شوية مخلل كده، ممكن تعملي شوية سلطة زي ما يعجبك. ولو عجبتك الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.